وقد ذكر أهل العلم لطلب الرزق من الله، أو ذكروا أسباب الرزق أو زيادة الرزق فيما يظهر لك، منها أولا التوكل على الله. التوكل على الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كذلك التقوى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك صلة الرحم. صلة الرحم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فصلة الرحم مما يزيد الله فيها الرزق. الاستقامة: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فهذا أيضا يزيد في الرزق. الشكر: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالإنسان إذا شكر الله تبارك وتعالى زاده من فضله. وللأسف الناس اليوم يعني لا يشكرون الله، بل يكفرون بما يرزقهم الله تبارك وتعالى. وكذلك الدعاء. الدعاء: جاء رجل إلى علي رضي الله عنه قال: إني كاتبت سيدي، هو عبد يريد أن يكون حرا فيسمونها المكاتبة، كاتب سيده. قال: إني كاتبت سيدي وعجزت، يعني ما عندي أكمل المال الذي اتفقنا عليه، فساعدني. يقول لعلي رضي الله عنه، قال: أولا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. فكل هذه أسباب لزيادة الرزق. يمن الله، يبارك لك الله في رزقك، يعطيك من فضله سبحانه وتعالى. فبعض أهل العلم قال: لا، الرزق يمكن أن يزيده الله تبارك وتعالى. وبعضهم قال: لا، الرزق يباركه الله جل وعلا حتى تظن أنه زاد وهو لم يزد، وإنما جعل الله فيه البركة. وهذا شيء مشاهد. أحيانا ترى بعض المال عندك يبارك الله لك فيه فتشتري فيه أشياء كثيرة، وبعض المال بسرعة ينفذ. فذكر أهل العلم، بعض أهل العلم، أن هذا مقصوده البركة، لا أن الرزق يزيد.